الحلقة الأولى من حلقات كراكيب داخلية. خليكم معانا. النهاردة هنتكلم عن شعور الوحدة، مش وحدة الناس، لكن وحدة المشاعر والأفكار. عارف، عامل زي ما انت سايق عربية والناس كلها سايقين عربية، كل الناس ماشيين شمال وانت ماشي يمين، انت شايف حاجة يمين ومش شايفينها. كل الناس تقول لك امشي شمال امشي شمال، انت تقول لا انا همشي يمين، هم يقول لك لا امشي شمال، انت تقول لا انا همشي يمين. كل الناس تقول لك مش هتوصل الا لو مشيت شمال. انت بتحاول تجرب تمشي شمال، مش عارف تمشي شمال، مش عارف تمشي زيهم، وانت ماشي يمين بس هما بيقولك ان انت ماشي غلط. فانت ماشي بس طول ما المسافه طويله، يعني انت مثلا شايف الحاجه دي على بعد متر، فانت مشيت اكتشفت ان هي مثلا على بعد 10 امتار. طول ما كل ما تقرب تحس ان هي حاجه بتبعد 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 بتبعد. طول ما الطريق بيطول كل ما انت تقول ما ارجع، ما امشي شمال زي ما كانوا بيقولوا، ما يمكن هما صح، ما انا طولت. وتبقى انت هدفك الوحيد واكبر اهدافك ان انت توصل عشان تقول لهم بصوا انا كنت معايا حق، بصوا انا كنت شفتوا، انا شايف حاجه انت مش شايفينها، مش قلت لكم ده عشان تصدقوني. بكل هدفك ان انت توصل لاي حاجه، اي حاجه بس عشان تبص قدامهم وتبص وتحط عينك في عينهم وتقول لهم انا وصلت لحاجه. شفتوا مش قلت لكم كنت شايف حاجه وانتوا مش مصدقيني؟ طب انا شايف حاجه اهو. بيختل قوي الهدف اللي انت ماشي عشان. انت كنت ماشي عشان نفسك عشان توصل لحاجه، بقيت ماشي عشان يعني بطلوا الضغط عليك ان هما كل شويه يضغطوك يقولوا ايه انت اللي كنت ماشي زينا، ما انت لو كنت عملت اللي احنا بنقول عليه. فانت طول الوقت مهما حاولت تقرب الافكار بينك وبين الاشخاص دول، بتحس طول الوقت ان انتوا بتبعدوا 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 بتبعدوا. طول الوقت عايز توصل الفكره انه طب ادعموني، طب وقفوا جنبي، طب اقول لكم انا مش هوصل لحاجه بس وقفوا جنبي، بس ساعدوني، صدقوني يا سيدي يا سيدي مش هوصل لاي حاجه بس كونوا معايا. بس في النهايه بتبقى الفتره دي فتره صعبه جدا، لان انت ماشي في طريق انت نفسك ما عندكش اي اثبات هتوصل لايه، وما عندكش اي اثبات هتوصل ولا لا. الناس عايزه منك تثبت لهم ان انت هتوصل، وتقول لهم ان انت مش هتخسر اي حاجه في الطريق، لا هتخسر وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، وانت تستمر في حاجه تانية، الحاجه اللي هم عايزينها. يعني اهم حاجه ان انت تعمل الحاجه اللي هم عايزينها، والحاجه التانية ده بقى مش مشكله. يعني بحس حاجه غريبه قوي، يعني انه يعني ليه احنا مختلفين ولازم نكون مختلفين طول الوقت. ولو حد نفسه في حاجه انت مش نفسك فيها، مش دليل ان هو غلط خالص على فكره، ومش دليل انه مش هيوصل لحاجه. وإف لو ما وصلش بحاجه، هو حاول وجرب في الحاجه اللي هو عايزها، وده كفايه على فكره. كفايه قوي الانسان يجرب في الحاجه اللي نفسه فيها.